السلام عليكم. النهاردة الفيديو جميل جدا. طبعا أنا جبت كابوريا وهوريكم بنضفها ازاي. بس طبعا لو كان فيها مبطرخ ما بشطفهاش قوي، يعني بحتفظ بالبطروخ يعني. طبعا القراصات بس اللي احتمال تكون مثلا حد بياكلها، لكن الرجل دي ملهاش لازمة. وبشيل برضو بنضفها يعني بسيط من جوه، ولو فيها بطروخ بقوم سايبها. طبعا انا عامله لكم بطريقه تحفه، كنت عملت قبل كده الشيكال بالصلصه وجميله، اجمل من السلق كمان. وهعمل لكم دي برضو بالصلصه فبتبقى اجمل. طبعا شوفوا البطروخ بحافظ عليه اهو، يعني بشطفها بقى ايه شطفه خفيفه. آه، وعشان البطروخ ما احافظ عليه يعني. ممكن اعملها سليمة بس مش هيبقى ليها طعم قوي، يعني السليمة طعمها مش كده اجمل. طبعا بعد ما بعملها كده بشطفها وغسلتها تاني. بس الصلصة تحفة، في طعمها تحفة تحفة تحفة. آه، اهي عملتها تاني وهشطفهم برضو وصفيتهم. وهبدأ بقى ايه الصلصة. بحط توم، وده زيت الأسماك بنعملها بزيت، وعليه طماطم أنا مقطعاها، وبضيف لها صلصة. حطيت معلقتين صلصة، وطبعا ايه تتسبك بقى عشان يبقى ليها طعم. بحط لها التوابل ملح وفلفل وكمون وكاري وبسيط من الكركم عشان ما يمررهاش. طبعا انا بشرى لها جزر حاطاه فيها، وكمان بشر بطاطس تحفة. دي كده بقى بتأكل وبتشبع، غير بقى ما نبقى ناكلها مسلوقة بس ومعاها العيش، فما بنحسش ان هي بتشبعنا. قلبت بقى الجزر والبطاطس مع الصلصة بعد ما الصلصة اتسبكت بقى ليها طعم وريحة. بعد كده اقوم حاطه لها ايه الكابوريا، اضيفها لها على طول. وممكن احط فلفل حار وتوم ني تاني